السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دوليس بريستيج نسرين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كيف كتشوفوا هذه الوصفة باش كتبويوا أو باش كتمريا وصفة تطوانية 100%. بدات كنقارض والأقلية اللي باقيين كيعرفوا اللي كيعدلوها الناس كبارين اللي مشاو هما اللي كانوا كيعملوها. كيف كتشوفوا من بعد نهضروا على الموضوع ندوزوا المقادير دابا. كيف كتشوفوا المكونات بسيطة وقليلة. 4 مكونات عندنا 400 غرام ديال السكر كلاصي، 150 غرام ديال الدقيق، 6 البيضات، وحده تهرست اللي عملتها في الجبانية، وقشور الحامض. هاد الوصفة معروفة بقشور الحامض كيعطي واحد المذاق رهيب. هنا الدقيق غندخلوه للفران يسخن، الفران يكون مهيل على 100 درجة 100 هيداك، مهم فران مهيل. غنجيبو الماكينه من الاحسن الماكينه. شحال هذه الناس زمان كانوا كيخدموه باليد بالخباط ديال اليد. دابا توحي ما بقى كنظن كيقدر يخبط باليد تيطلع بيضات. هنا عندنا بجوج بيضات مكمولين واربعه غير صفر د البيض. غنفصلوا دابا البياض على الصفر، غنستعملوا غير صفر د البيض، 4 صفر د البيض وجوج البيضات مكمولين. كيف قلت لكم كانوا كيخدموه بالخباط ديال اليد. دابا ما كنظنش لان الصحه ما بقاتش وتوحين ما كنظن باقي يقدر يخدموا باليد. اما كتخدموه بهيدا بالروبو، اما كتخدموه بماكينه الطراب الكهربائي اليدوي. حتى هو ممكن انهم كطلعوا به وتطلع لكم الكريمه كترجع بحال لاموس. كريمه السكر ود البيض كترجع بحال لاموس. دابا غنخدموا البيض حتى يضاعف الحجم ديالو. عاد غادي نصفي نغربلو هو داك نصفيو نغربلو السكر كلاصي لان كيكون فيه الكواور. كيف كتشوفوا المقادير ها هي مكتوبه مضبوطه. 4 صفار البيض، 2 البيضات مكموله، 150 غرام ديال الدقيق والسكر كلاصي 400 غرام مبشور الحامض. هذا بياض البيض اللي استعملته اللي فرقته على صفار البيض. غنخليه تنستعملوه نعملوه في المجمد. تنستعملوه هنايا هاد الصينيه عملنا فيها الدقيق وغندخلوها نفرن. ملي كنجيو نبوشيو هاد بشكتو خصنا نبوشيوه في صينيه فيها الدقيق سخون. كيف كتشوفوا هنايا انا كنغربل السكر كلاصي باش نضيفو. من بعد ما تضاعف لي البيض كنقسمو على 3. كنعمل الدفعه الاولانيه كنغربلو ونضيفو على الخليط الاولاني ديال البيض. عاود كنغربل شتي كيف فيه الكواور. عاود كنغربلو الثاني وكنضيفو. عاود ثالث وكنضيفو. المهم على 3 د النوبات نخوي السكر كلاصي على 3 المراحل. ومن بعد كنضيفو مبشور السكر كيكون صافي اندمج لي الخليط الاولي مع السكر، يعني البيض مع السكر. كنضيفو عليه مبشور الحامض او قشور الليمون. صافي كيف كتشوفوا غادي يهرق لي شويه ديال السكر نضيفو لان المقادير خصنا تكونوا مضبوطه. غنضيفو ليمونه تما عندي حامضه مكموله. صافي هنايا الخليط حركته اندمج لي. غادي نجيب الدقيق اللي عندنا في الفران سخون. هنا مع التصوير ضروري مع كبيتو وهذا ماشي بحال ضروري الدقيق خصو يكون سخون. هنا عندنا البوش عملت فيه هذا الدويل هذا اللي ما عندوش غير البوش كيقطع بمقص ويبوشي. صافي هذا هو. هنا الدقيق عندي سخون غادي نغربلو. هاد العمليه هذه خصها تتم بواحد السرعه باش يبقى لنا الدقيق سخون مع هاد البرد اللي كاين دغيا كيبرد. وإلا عليت له وجهت له الفران غادي يتحمص لي وانا ما خصناش يمحمص. خصنا الدقيق سخون يعني باش يخرجنا ليس وما يخرجوا فيه لا حبيبات لا والو. خص ضروري يكون الدقيق سخون. صافي هنا نورمالمون كنستعملوا الدقيق سخون وكنخدموا بيدنا كنخبطوا بيدنا حتى كندمجنا لاباغاي مع الدقيق. ولكن مع دابا التقنيات اللي رجعوا دابا هاد الكا هادي الرحمه الله بها خبطتو بها كنخبطوا بها دغيا ما نبقاوش نستعملوا اليدين. ونيت ما عنديش ليغون الوانتيس ما عنديش باش نقدر نخدم بالوانتيسه. هي الدنيا هانيه نخدموا بيدنا راه يدنا نقيين على الوانتيس مي باش ما يقولش شي واحد خدمت بيدها اولا. المهم هذا الكا رحمه الله هذه بالضبط.
صافي هنا غنعمر داك البوش وسواني. ديجا دخلت جوج د السواني او الطاوات او لا لي بلاك، دخلتهم من الفران يسخنوا باش منين نخرجوهم. هذاك السر د النجاح هاد باش كتو بويوه او باش كتو مرايه، حيت الا عملناه فوق الورق الطبخ راه ما كيخرجش، وإلا عملتوه في سيليكون ما يخرجش. ضروري ضروري يكون دقيق ويكون دقيق سخون. هادو من اسرار النجاح تاع هاد الوصفه اللي والله العظيم ما كان كيعطيوهمش صراحه ربي. ايوا نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانا عارفه بزاف د الناس د الدومين راه كيفتشوا على هاد الوصفه وباغيينها. انا راه طلباتها مني سيده هنايا في طنجه وبنت الدومين، وكانت عملت معايا فورماسيون ورغبتني عليها وهي الله يعمر صراحه ما بغيتش قلت علاش لا، انا راه نستافد منها كل شيء. صافي غنبوشيه وتخليوه يجلس شويه حتى يتسبك، عاد ندخلوه للفران. صافي غنكمل هنايا. الفران كيطيب في الفران ديال الغاز او الفران ديال الضوء، فران د بوطه او فران د الضوء، بالحق بلا فرفاره. فران د الضوء راه الفرفاره ما صالحاش في هذه الوصفه. اللي عنده فران الفرفاره راه يطفيها، ما صالحاش في هذه الوصفه. صافي وبعدوهم شويه على بعضهم لان كيلصقوا وصافي دخلوهم الفران. غيكون على 150 درجه 4 ساعه. يعني واللي عنده فران ديال الغاز يحنيلو مره، يحنيلو ويدخلوا 4 ساعه، حسبوا له 4 ساعه وخرجوا. ها هما طابو، شفتوا ما كيلصقوش، كدهزهم. انا عملتهم صغارين لان نضار ما هو نورمالمون كيكون الحجم كبير على هذا باش كنستعملهم. هادو معروفين بهم تطوانيين شحال هادي، قديما كانوا كيعملوهم في بوج ديالنا في العراسات، مناسبات في الظهور او في السابع في الطهاره. مهم كنا معروفين الناس تطوان بيهم. دابا بداو كينقرضوا الناس اللي كيخدموهم قلالين بزاف. دابا ما بقيتيش كتجبر الناس اللي كتخدم باش كتسوبيوا، ومطلوب الصراحه ربي. وفين هو انا ما بغيتش نضاطر، هذا من تراث البلاد كنسميه. ايوا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه وجربوها وردوا عليا الخبر. راه كيجي، شوفوا كيف كيجي معلق كيحمق، كيجي غزال. ونتمنى نلقى تفاعل مع هذا الفيديو لان هذا من الوصفات القدامين واللي مطلوبه وكيفتشوا عليهم الناس بزاف. ايوا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونشوف لي كومونتير ديالكم، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ومرحبا بكم في قناتي، والى الفيديو مقبل ان شاء الله. وشجعونا باش نرجعوا يوتيوب كلشي شفتوا كيف كتشوفوا التعليقه كيجي روعه روعه روعه. هذا نقودكم من تراث البلاد، هذا الناس تطوان هما اللي غيعرفوا. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم الوصفه، والى الفيديو مقبل ان شاء الله، وبالصحه والراحه.